ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس اللي بيلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام مصطفى في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه مهمه وهي وكلاء اللعيبه. ناس كتير بتكلمني بتسالني انا عايز كابتن وكيل كويس، عايز اوصل لوكيل يقدر ان هو يسوقني. الكلام ده كله هنتكلم عن كل التفاصيل، ايه انواع الوكلاء، ازاي تتعامل معاهم، ايه الطريقه الكويسه اللي هو يقدر يوديك بيها النادي. كل ده هنتكلم عليه في فيديو النهارده. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ولو ليك صاحبك مهتم بنفس المحتوى اعمل له شير عشان نستفيد زي ما انت هتستفاد بالظبط. وما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. الموضوع ده كان لازم اعمل لكم عليه فيديو، لان في ناس كتير قوي بتسالني يا كابتن انا عايز وكيل لعيبه. يا كابتن ممكن تبعت لي رقم وكيل لعيبه. هنتكلم عن احسن طريقه تتعامل بيها مع الوكلاء، وايه هم انواع الوكلاء، وازاي بيودوا من نادي لنادي. اول حاجه هنتكلم عن وكيل لعيبه اللي هو بتاع الدوري الممتاز والفريق الاول. وكيل لعيبه الفريق الاول والدوري الممتاز ده بيتعامل بس مع لعيبه الفريق الاول، ولازم يكون هو واثق فيهم وشايفهم، يعني عارف ان هو لعيب كويس ويقدر ان هو يتعامل مع الانديه. ومن خلال معرفته للاعب وثقته في اللاعب بيبتدي يوصل الصوره للمدربين وللنادي، ويبتدي يفرجوا معانا فيديوهات ليه، والموضوع بيبقى سهل ما فيهوش اي تعقيد، لان ده لعيب فريق اول ولعب واتشاف. وممكن يساهم في ان هو يجيب لعيبه صغيره او ناشئين من فرق صغيره، بس تكون بتلعب فريق اول يقدر ان هو يوديها انديه كبيره. بس الفكره ان هنا ان انت لازم تكون بتلعب فريق اول او ليك فيديو محترم يقدر ان هو يسوقك من خلاله، وان انت تتواصل معاه ده هتبقى صعبه. ان انت تكلمه تقول له انا لعيب كويس او انا لعيب كذا كذا كذا، مش هتلاقي منه اي اهتمام نهائي. هو الفكره ان هو لازم يكون حد ثقه كلمه، او هو شايفك بنفسه عشان يقدر ان هو يشتغل لك بشكل قوي وبشكل مميز. تاني نوع من وكلاء اللعيبه هو وكلاء اللعيبه اللي شغاله في الممتاز بيه والدرجه الثالثه. وكلاء اللعيبه اللي شغاله في الممتاز بيه والدرجه الثالثه معظم تعاملاتهم بتبقى من خلال، او معظم علاقاتهم بتبقى في انديه الممتاز بيه. ممكن يجيب لاعب ناشئ، انا بتكلم بالاخص على الناشئين لان معظم اللي بيتفرجوا عليا من الناشئين. ممكن يجيب لاعب ناشئ من نادي لنادي في الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه، بس برضه لاعب يصلح للفريق الاول، لكن ما يجيبش السن الصغير. ما يعني بالنسبه لوكيل اللعيبه مش مجزي. مش مجزي من ناحيه ايه؟ من ناحيه ماديا. يعني انت لو رحت هاخد منك كام؟ هتبقى مبالغ بسيطه، غير لما انا اودي لعيب في الفريق الاول بتبقى نسبه 10% من انتقال اللاعب في الفريق الاول، سواء في الممتاز او الممتاز ب. الوكيل اللعيب بيتعامل ان هو بياخد 10% من قيمة العقد. يعني لو العقد 100,000 بياخد 10,000، لو العقد 200,000 بياخد 20,000. مش مهم تبقى مرة واحدة، بس على مدار السنة على حسب اتفاقك مع وكيل اللعيب. نفس التعامل برضو عشان توصل لوكيل لعيب في الممتاز بيه او الدرجه الثالثه، يبقى عن طريق فيديو برضو محترم، او عن طريق حد مقرب بيكلمه بيقول له ان في لعيب كويس في النادي الفلاني ممكن يروح يتفرج عليه، ومن اساسه بيبتدي ان هو يسوق له عن ثقه، بحيث ان هو يكون شافه، وبحيث ان هو يكون عارف مستواه او عارف ايه مميزاته وايه نقاط ضعفه. لما يجي يتكلم مع اي نادي او مع اي مدرب يقدر ان هو يشرح له اللاعب ده ايه، ويوصل له الصوره ان اللاعب قد ايه ده مميز. ثالث حاجه وده المهم اللي اللعيبه كتير بتسال عليه والناس اللي بتتفرج عليها بتسال عليه، وهو وكلاء اللعيبه للناشئين. الموضوع للناشئين بيبقى مختلف شويه، لان الانتقالات اللعيبه في الناشئين بتبقى ماديا يعني تقريبا مفيش، فبيتجه معظم الوكلاء الى الانديه الاستثماريه. يعني ممكن اوديك نادي استثماري واخد جزء من المبلغ اللي انت هتدفعه استثماري، فده اللي بيسود. غير بقى لو انت لعيب كويس قوي، فبيبتدي الوكيل يوديك نادي برضو كبير عشان يستفيد منك ماديا من النادي ده. غير كده صعب ان انت تبقى انت لسه مبتدئ او لسه بتلعب في نادي قليل وعايز نادي اعلى شويه، فبيبقى صعب جدا ان وكيل يشتغلك في الحته دي، لان هو مش هيستفاد ماديا او مش هيستفاد مستقبلا. فمعظم وكلاء الناشئين بيهتموا ان هو لا يوديك نادي كبير عشان يستفاد ماديا، لا يوديك نادي استثماري عشان برضه يستفاد ماديا، وبرده مش هتعرف توصل له غير عن طريق فيديو كويس او هو شافك بالصدفه. فيعني الافضل ليك ان انت تشتغل على نفسك وظبط فيديو كويس، وده هيسهل عليك كتير قوي. ظبط لقطات كتير من ماتشاتك، حاول على قد ما تقدر خلي دايما حد صاحبك يصورك، حد يصورك، وابتدي قطع لقطاتك دي واعملها فيديو. هيسهل عليك كتير جدا، لان في مدربين ما بيرضوش ينزلوا ملعب، او ده هيسمح لك ان انت تروح فتره معايشه بسهوله عن طريق مدرب. لو شاف الفيديو وعجبه هيقول لك تعالى اشوفك في الملعب.
فدي بتسهل عليك كتير جدا، بتسهل عليك خطوات كتير جدا. فالفيديو مهم جدا، وده احسن وكيل لعيبه ليك او احسن تسويق ليك ان انت تعمل نفسك فيديو. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت، او اعمل لي فولو على انستجرام وكلمني ارد عليك على طول. واشوفكم في فيديو جديد من قناه يوميات لاعب كره قدم، والسلام عليكم.